قاعدة في أمان الله ولقيت لك جوزي جاي وجايب معاه شنطة. ده ايه ده؟ شنطة غامقة. فرحت قوي، قلت ده احنا أول السنة بقى، أكيد جايب لي هدية. قال لي خدي. ايه دي هدية؟ وراح ضاحك، ما ردش عليا. قعدت ادعيله بقى نص ساعة يا ستي، قعدت ادعيله. بفتح الشنطة، ايه ده؟ لفت. انت جايب لي لفت؟ قال لي اه. قلت له فكرتك جايب لي هدية. قال لي ما هي دي احلى هدية، كل نعمة ربنا حلو. قلت له ماله يا اخويا حلو، طب وانا هعمل ايه باللفت؟ قال لي خلي ليه. قلت له طب ما انت بتجيب لنا مخلل. قال لي هو انا كل شويه هشتري لكم مخلل؟ المخلل غالي، اللفت رخيص دلوقتي. قلت له والنبي يا اخويا عندك حق. قلت والنبي ما زعله ابدا، نخلي اللفت. مسكت بقى يا ستي اللفت وغسلته غسله حلوه قوي زي ما انت شايفه كده. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كله طينة، كان جايبه حقيقي فيه طينة كتير، هو اللفت بيبقى فيه طينة. تاخديه تنقعيه بتاع نص ساعة أو ساعة، ما تكتريش أكتر من كده لأن بيتنقع أكتر من كده بيشرب المية ويبقى عامل زي السفنج. وتروحي غسلاه حلو وحطيته كده، لما نشف شوية كده المية اتصفت منه، وبدأت بقى امسكه واروح مشايله الحاجات اللي هي بتبقى مشرشبه دي فوق كده، ورحت منضفاه طبعا، بس ما تقربيش من لون الموف بتاعه، الموف بتاعه حلو قوي. رحت فاتحه النت وقلت اما اشوف بقى، ده انا ما عنديش بطرمان، انا عايزه اخلي النت. الاقي لك يا اختي بيخلوه يا ستي 1000 ازازه. ايه ده؟ هو في مخلل بيتحط في ازازه؟ طب والنبي انا هحط اللفت فيه ازاي ده؟ طب ولما اجي اشيله هشيله ازاي؟ لا 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 لا، بلاها الازازه دي، ازازه ايه اللي هخلل فيها طول عمر اللفت والمخللات بتحط ببطرمان؟ لا لا لا، اشوف لي حاجه تانية. رحت ماسكه برنيكه كانت عندي كده اللي هي بتاعت الميه دي، ورحت غسلها حلو. قلت اهي ايه، بقها واسع، العنق بتاعها واسع، يلا بقى نتكلم بالنحوي. لقيته واسع وحلو كده، قلت خلاص بقى نجرب، يلا هم 2 كيلو الحمد لله، مش اكتر من كده، وجربوا معايا كده ونشوف، وهقول لكم حقيقي طلع حلو ولا لا. غسلت بقى اللفت زي ما انت شايفه كده، ورحت بقى ايه حاطه البرنيكه جنبه كده، وقلت يلا بقى نشتغل. العصي بتاعته دي انا ما برميهاش، اللي هي العصي اللي بتاعت اللفت بتبقى طعمها حلو قوي في التخليل. ورحت جايبه بنجرايه وسط كده، بتكون البنجرايه وسط، وتقطعيها طرنشات، وتبداي بقى تجيبي اللفت زي ما انت شايفه كده. هنبدا بقى نقطعه. طبعا اللفت ده عشان تشتريه حلو فتره 12 واحد. شايفين العصايتين دول بقى؟ انا جبت عصايتين هبقى مين صيني، هقول لكم بقى هنعمل بيهم ايه. عشان تشتري بقى اللفت ويبقى حلو قوي فترة شهر 12 وواحد. شايفين العصي دي بتاعته دي؟ انا بحطها مع اللفت، بتدي طعم حلو قوي وجميلة قوي. بنبدأ بقى نشيل الجدر زي ما انت شايفة كده، ونشيل العصي بتاعته اللي هي العيدان دي، بس ما تقربيش من اللون الموف بتاعه، ما تجرحهوش، لان الموف ده جميل قوي بيدي لون حلو قوي مع اللفت. مش هياخد معانا وقت. هتقطعيه طرنشات، انا هقطعه زي الصوابع، زي مامتك ومامتنا ايام زمان ما كانوا بيعملوه، زي ما امي وامك بتعمله. انا بحب التقطيعه دي قوي. عندك بقى عايزه السكاكين المشرشره تقطعي مشرشر براحتك. بتبداي بقى تقطعيه زي ما انت شايفه كده، وبتقطع في منتهى السهوله، جميل قوي، لانه الفتره دي بقولك بيبقى اللفت حلو قوي فيه. بعد ما بتقطعيه بتسيبيه، بتحطي له 3 معالق ملح وتسيبيه يتنقع لمده 2 ساعتين، يصفي الميه بتاعته عشان ما يسودش منك. بيبقى جميل قوي لما يتنقع 2 ساعتين. طبعا هما 2 كيلو دول مش هياخدوا وقت، انما لما هتخلي لي بقى كميه، فعشان ما يسودش منك فبتحطي له زي ما قلت لك ملح كده. وبس انا اتعودت بقى كميه قليله صغيره، بحب كده احط 3 معالق زي ما انتم شايفين كده، بس على حسب الكميه. يعني دول 2 كيلو حطيت 3 معالق، 4 كيلو تكتري يعني تضاعفي كميه الملح زي ما حطيت، وتسيبيهم بقى 2 ساعتين ينزل ميته، ما يسودش معاكي خالص حقيقي. وعشان يطلع مقرمش وحلو قوي
وتحطيله معلقه سكر في التخليل. جبت بقى البنجرايه الوسط دي، بدات بقى اقشرها واقطعها زي ما انت شايفه كده. هو في ناس بتعمله من غير بنجر، بس انا بفضل البنجر، بيدي فيتامينات عاليه وحلوه قوي. يعني بقى اللفت فيه فيتامينات كفايه ان هو نزل الميه بتاعته. الميه دي برضو فيها قيمه غذائيه عاليه، خدي بالك. فانت لما تحطي البنجر بيدي برضو قيمه غذائيه عاليه ليه. ببدا بقى اجيب البرنيكه واحط بقى اللفت زي ما انت شايفه كده، تحطي شويه وتروحي حاطه شويه فوقيه شويه بنجر. كل ما تحطي شويه تحطي شويه بنجر فوقيه لحد ما تخلصي الكميه. حقيقي البرنيكه دي كانت كبيره قوي، ده تشيل 7 كيلو لفت، بس اللي كانت متاحه عندي، وقلت بقى نجرب ونشوف. قربنا خلاص اهو نخلص. بتحجزي بقى شويه بنجر في الاخر تحطيهم على الوش. انا خللت معاه العصي بتاعته، حطيت العصي، بتدي طعم حلو قوي. العصي دي يا جماعه لما بتتخلل بتبقى طعمها حلو قوي. لو انت مش حابه بقى تحطي العصي، حطي شويه عصي كده على الوش بس، بيخليه حلو قوي ان هي بتتحط على الوش كده. وغليت الميه، تغلي الميه وتبرد معاكي تماما، يعني تبقى بارده خالص، وتبداي تحطي على كل لتر ميه 4 معالق ملح. ولو عندك ملح رشيدي حلو قوي، بيبقى حلو قوي في التخليل. بس انا استخدمت الملح العادي لان ما كانش عندي استعداد اعمل مخلل حقيقي. تخلي الميه تغطي المخلل، بس تحطي المخلل كله الاول وبعد كده تحطي الميه. يعني ما تحطيش الميه الاول وبعد كده المخلل، لا، حطي المخلل الاول وبعد كده الميه. تمليها بقى على الاخر، بس بتحطي بقى شويه بنجر على الوش كده زي ما انا قلت لك في الاخر. انا حطيتهم وبعد كده حطيت الميه. ملينا على الاخر اهو، نقفله حلو قوي ونسيبه 4 ايام. هو ما بياخدش اكتر من 4 ايام وتلاقيه استوى. تعالوا نشوف بقى بعد ال4 ايام عمل ايه. انا سبت 4 ايام وبدأنا نفتح اهو عليه. اول ما فتحت عمل صوت جامد قوي. حاولت بقى هشيل الليفت ده ازاي. جبت بقى العصايه اللي انتوا شايفينها دي وقلت اطلع الليفت، ما طلعش. قلت العصايه يمكن تخينه، جبت واحده رفيعه شويه، برضو ما عرفتش، ما دخلش جواها عشان يطلع. طب هنعمل ايه؟ قلت ادخل الشوكه، برضو ما دخل، يعني دخلت بس ما عرفتش تخش جوه اللفت. والمعلقه ما نفعتش، ما دخلتش. ما فيش بقى الا الطريقه دي، افضيها بقى بالشوكه بالطريقه دي واميل البرنيكه. بس اتفضت ما شاء الله. طالع اللفت لونه جميل وحلو قوي ومستوي وجميل قوي. هي حقيقي حلوه جدا في التخليل البرنيكه، جميله قوي. بس بقى ان انت تفضي، ما تفضيش الا بالطريقه دي. شايفين مستوي ازاي ومقرمش كمان وانت بتاكليه، جميل قوي. وبالهنا والشفا.